السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة دروس رياضيات أونلاين مع مستر محمد صلاح. هنبدأ النهاردة شرح رياضيات تانية ابتدائي ترم أو ترم تاني. تمام. وهنبدأ مع أول درس على طول، هنشرح خطوة بخطوة وإن شاء الله الكل يستفاد. تأسيس من الرياض من الصفر حتى الاحتراف إن شاء الله. ما تنسوش تتابعونا على القناة تفعلوا زر الجرس وتعملوا اشتراك للقناة وتعملوا إعجاب للفيديو عشان نشرح كل ما هو جديد ويصلك كل ما هو جديد. اول درس في درس رياضيات تانية ابتدائي ترم اول يا جماعة، ترم تاني معذرة، وهو النقود ديت شيء مهم بنستعمله في حياتنا اليومية كل يوم وفي كل حاجة بنستخدمها. النقود اللي هي ال5 جنيه، الجنيه، ال10 جنيه، والربع جنيه، ال100 جنيه، ال200 جنيه، دي كلها نقود بنستعملها في حياتنا اليومية في المأكل والمشرب والملبس. دي كل حاجة بنستخدمها في حياتنا اليومية. يعني هنيجي النهاردة دلوقتي هنشرح درس النقود. هنا عندي مثلا الورقة النقدية دي بنقول عليها ايه؟ 100 جنيه. شكل ال100 جنيه دي شكل ال10 جنيه. شطة ال10 جنيه. تمام. دي شكل ال50 جنيه. دي شكل ال5 جنيه. ممتاز. دي 1 جنيه، 1 باوند، 1 جنيه. شكل ال20 جنيه. شكل ال200 جنيه. ممتاز. 200 جنيه. تمام. دي شكل ال200 جنيه. ودي شكل ال20 جنيه. ودي ال1 باوند اللي هو 1 جنيه، 5 جنيه. يعني دي كلها حاجات نقود بنستعملها في حياتنا اليومية كل يوم. جنيه مثلا بتدي لابنك يجيب كيس شيبسي بجنيه، كيس كلبز. ال20 جنيه دي برضو ممكن نجيب بقى ادوات مكتبية. 200 جنيه بقى نجيب بقى كيلو لحمة. تمام. ممكن نجيب بقى فرخة برضو وحاجة كمان معاها، قميص، جاكيت. ال10 جنيه برضو ممكن اجيب بقى كشكول. ال100 جنيه برضو ممكن اجيب بقى قميص. تمام. فدي كلها نقود بنستعملها في حياتنا اليومية. دي شكل ال100 جنيه، علمها برضو لطفلك يبقى عارف. ودي شكل ال10 جنيه. ودي شكل ال50 جنيه. دي شكل ال5 جنيه. ودي شكل ال1 جنيه. دي شكل ال20 جنيه. ودي شكل ال200 جنيه. 200 جنيه دي ممكن اقسمها تبقى عبارة مش شرط تبقى مجمدة، ممكن تبقى معاها 200، فدي يبقى 200 جنيه. ال20 جنيه كذلك ممكن يبقى 10 10 و10 او 10 و5. فانت برضو تفهم ابنك التفاصيل دي. الجنيه ممكن يبقى معاه نصين. ال5 جنيه ممكن يبقى معايا 5 جنيهات، دي هي 5 بتساوي 1+1+1. تمام. يعني هقولك ازاي دلوقتي. يعني ممكن ال100 جنيه، ال100 دي عبارة عن 50 جنيه زائد 50. انت برضو لما تيجي تقول له ممكن تعملها له على هيئة نقود، تطلع له فلوس من معاك وتحسبها له. تمام. ممكن يبقى عبارة عن 50 زائد 10 زائد 5 عشرات. انت معايا؟ كذلك ال5 جنيه عبارة عن، ممكن تبقى عبارة عن 2 جنيه، 2 جنيه زائد 2 جنيه زائد 1 جنيه.
لما تيجي تجمعهم 2 جنيه و2 جنيه وجنيه 5 جنيه، دي عبارة عن 50 جنيه زائد 50 جنيه اللي هي 100 جنيه. كذلك 10 جنيه، ده عبارة عن الجيم دي عبارة عن جنيه اللي هو رمز الباوند اللي هو رمز الجنيه، عبارة عن 5 جنيه زائد 5 جنيه. أول درس سهل بسيط جدا، فياريت تبقى مع ابنك أو بنتك كده بكل بساطة وتفهمه. احنا هنا عشان نساعد أولياء الأمور ونساعد الطلبة ونضمن لهم التفوق إن شاء الله. تمام. هنا بيقول لك ايه، تعال نحل التطبيق ده. بيقول لك اجمع المبالغ المالية، صل كل ناتج جمع مع احد الاسعار الموجودة على اليسار. تعال برسم خط يصل بين النقطتين. تعال كده، هنا 100 جنيه وهنا 50 جنيه وهنا 1 جنيه وهنا 1 جنيه وهنا 1 جنيه. دي لما تيجي نجمعهم هنجمعهم ازاي؟ عشان تبقى شايف، يا ريت الناس كلها تبقى شايفة. ده برضه هنصغر الخط شوية عشان اللي مش فاهم حاجة يا جماعة يقول. دي عبارة هتبقى 100 جنيه، هكتبها اهو 100 زائد 50 زائد 1 جنيه و1 جنيه يبقى زائد 3 جنيه. يا جماعة برضو زائد 1 زائد 1 زائد 1، يبقى دي مجموعهم كام يا طلاب؟ 100. هما زود معايا 100 جنيه هزود عليها 50 جنيه يبقى 150 جنيه، ونجمع ومعاه 3 جنيهات يبقى كده كام؟ 153 جنيه. يبقى كده 153 جنيه. تمام. تعال بقول لك هنا برضو، تعالى كده 10 جنيه هنجمع الأول وبعدين نوصل. 10 جنيه زائد 5 جنيه زائد 1 جنيه زائد 1 جنيه زائد 1 جنيه، يبقى كده جاي ما نجمعهم 10 بلس 5 بلس 1 زائد 1 زائد 1، يبقى كده كام؟ معايا 10 جنيه وزودت عليهم 5 يبقوا 15، وزودت عليهم 3 جنيه اللي هما كل جنيه لوحده ده، يبقى كده 19 جنيه. يبقى كده كام؟ 19 جنيه. تمام. تعالى كده يلا ننزل. 10 جنيه زائد 10 زائد 5 جنيه زائد 1 جنيه زائد 1. تعالى يلا نحملها. 10 زائد 10 زائد 5 زائد 1 زائد 1 جنيه زائد 1 جنيه زائد 1. شاطر كده. انا معايا 4 جنيه. تمام. و5 جنيه لما ازودهم مع ال5 يبقوا 9 جنيه، واضيف عليهم 20 جنيه يبقى 29 جنيه. شاطر. يبقى 29 جنيه. دي بقى تعال هنجمع 100 زائد 50 زائد معايا 3 عشرات يبقى 30 جنيه. شاطر. ومعايا 4 جنيهات زائد 4 جنيه. تمام. يبقى كده 150 وهضيف عليهم 30 جنيه يبقى 180، وهضيف عليهم 4 جنيه يبقى 184. ممتاز. 184 جنيه. شطار.
دي برضو تعالى كده. كده عندي كام 10 جنيه يا جماعة؟ 3. لما اجمعهم على بعض شاطر يبقى 30 جنيه. بلس عندي كام جنيه؟ 4 جنيه. شاطر يبقى 4 جنيهات. هيديني كام؟ 34. ممتاز. يبقى دي 34 جنيه ديت. ممتاز. اللي هيقول عندي معايا 50 مجمدة ومعايا 10 مجمدة، لما اضيفهم على بعض هيديني كام؟ 50 زائد 10 زائد 1 زائد يبقى كده كام؟ 50 زائد 10 جنيه زائد 1 جنيه، يبقى كده ممتاز 61 جنيه. يبقى كده كام؟ 61 جنيه. تعال بقى هنوصل. بقولك دمية 29 جنيه. دي معذرة يا جماعة. 10 جنيه زائد 5 ضفنا عليهم 15 وضفنا عليهم 3 جنيه، دي 18 جنيه. ده عندي اهو المبلغ الاول 153، ده هقدر اشتري بيها دراجة سكوتر اللي هي 153 جنيه. تمام. ممتاز. يبقى دي هنوصلها بدي دراجة سكوتر. دي 18 جنيه. هجيب بيهم سلة فواكه، هجيب مثلا بيهم كيلو فاكهة، كيلو موز. تمام. 18 جنيه. عندي الشاحنة اللعبة دي 34 جنيه، دي هوصلها بدي اللي كان معايا 3 عشرات مجموعهم 30 جنيه، ومعايا 4 جنيهات. ممكن اجيب بهم لعبة اللي هي شاحنة اللعبة دي ب34 جنيه اهو مناسبة ليها. تمام. تمام. 61 جنيه اقدر اوصلها بايه؟ اقدر اشتري بهم حذاء تزلج او 61 جنيه. تمام. ناقص عندي 153 دي جبنا بقى الدراجة سكوتر، وال18 دي جبنا بقى الطبق في فواكه. 29 جنيه لا تحت. عندي برضو 184 جنيه دي اكتر حاجة اقدر اشتري بقى ايه؟ عربة جر. تمام. عربة بتاعة التسوق. تمام. ماما تروح بقى تجيب بقى الخضار وهي بتتسوق. تمام. الدمية اللي هي اللعبة اللي هي ب29 جنيه، ده اقدر اشتري بقى لعبة دمية لابنك او لبنتك. تمام. بقولك مثلا معك 500. انا عايز بقى اقولك على حاجة كده بحيث انت تعلمها لابنك، اللي هي الحاجات دي دي الاساسيات والشيء المهم كله. تعلمه النقود، يعني تعلمه انه 100 جنيه. قول له امي معاه 100 جنيه، 100 جنيه دي ممكن تبقى 50، يمكن تبقى 50 جنيه وخمس عشرات. تمام. وكذلك وتفصص له كده كل حاجة عشان يفهم ويستوعب. ممكن تقول له ال5 جنيه دي، 5 جنيه دي ممكن تبقى 5 جنيهات فكة. تمام. فانت تبقى معاه خطوة بخطوة عشان تفهمه، وتقعد يقعد يديله امثلة. مثلا يديله معايا 3 جنيه، 3 جنيه ده ولا اجيبهم ازاي؟ ممكن يبقى معايا اللي هما 1 جنيه زائد 1 جنيه زائد 1 جنيه. هي عملية الجمع وهنبدأ ناخدها ان شاء الله بالتفصيل، بس انا عايز امشي معاكم درس خطوة بخطوة عشان الطالب يستوعب ويفهم، وانت تقعدي معاه برضو او انت تقعد معاه وتفهمه واحدة بواحدة. انت معايا؟ يعني مثلا لما يجي يقولك
20 جنيه. ال20 جنيه دول عايز اقسمهم، ممكن يبقى عبارة عن 10 جنيه زائد، ومعايا 5 5 جنيه زائد 5 جنيه. كل اللي أنا عايز افهمهولك اللي يمكن ال10 التانية ديت تبقى 5 مش شرط تبقى مجمدة، وكذلك يمكن ال20 جنيه كلها يبقى 4 5، يعني معايا 5 ومكررة 4 مرات 5 جنيه. اما اجي اجمع 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 هيديني 20 جنيه. تمام، عايزك تفهمه كده كل حاجة ببساطة. 100 جنيه يمكن يبقى معايا 10 عشرات، ده معايا اللي هما 100 جنيه. ممكن يبقى 10 زائد 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 10. تمام. ال50 جنيه كذلك يمكن تبقى عبارة، ال50 جنيه ممكن يبقى معايا 20 و10. 20 جنيه زائد 20 جنيه زائد 10 جنيه. تمام. باذن الله هبعت لكم واجب ان شاء الله وتحلوه مع ابنائكم وتبعتوا لنا في الكومنتات. عايزك بس او ما تنساش حاجه مهمه، انك تعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل اعجاب للفيديو عشان يوصلك الدرس اللي بعده، يوصل لك كل ما هو جديد في درس منهج رياضيات تانية ابتدائي ترم تاني. ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. واستنونا في فيديو جديد. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ربنا يوفق جميع أبنائنا يا رب ويحفظهم من كل سوء. واستنونا في فيديو جديد. والآخر مرة هقولك ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مستر محمد صلاح، دروس رياضيات. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.